حولنا هنا من التاتو العادي للمايكرو بليدنج. بص بصه كده عليه قبل وبعد شكله عامل ازاي. ده كده بعد. زي ما احنا شايفين الخطوط بتاعتنا، وفرغنا ما بين الخط والخط علشان يبقى نفس لون البشرة ونضيع اللون الرمادي القديم. وبعد كده عملنا عليه شادنج بلون بني عشان نكسر الرمادي. وعملنا خط ازالة من تحت كان فيه قديم. طبعا من الصعب جدا ان احنا نحول من اللون الرمادي التاتو العادي للمايكرو بليدنج. بره بتروحي تعملي ازالات، بتاخدي حوالي 7 جلسات 8 جلسات، وبعد ما بتشيلي اللون الرمادي التاتو العادي بتعملي بعد كده مايكرو بليدنج. بس للاسف بيكون الجلد ايه، تعب من الليزر. احنا هنا بنلخص كل دوت في جلستين او 3 جلسات، والنتيجه زي ما احنا شايفين كده. من اول مره بيدينا نفس الشكل كده، بنشيل الرمادي خالص وبنخليه مايكرو بليدنج. فلو عندك تاتو حواجب قديم لونه مش مظبوط، الرسمه مش مظبوطه، عايزه تعمليها مايكرو بليدنج دلوقتي الموضوع عندنا بقى سهل جدا، وتنورينا في اي وقت.